غيرت شكلي 100 مرة ومع ذلك الموبايل لسه عارف ده فيس اي دي ولا خطيبتي. مع احترامي ليكي ده مستقبلا يعني. زمان كنا بنفتح الموبايل بالباسورد بعدين بالبصمة، دلوقتي مجرد وشك بس كفاية. لكن الغريب انك لو غيرت شكلك، قصيت شعرك، لبست نضارة او حتى عملت وش مكشف، فيس اي دي هيجيبك يعني هيجيبك. الموضوع مش مجرد صورة. تقنية الفيس اي دي بتستخدم حاجة اسمها ترو ديبث كاميرا، ودي بتطلق اكتر من 30,000 نقطة غير مرئية بالاشعة تحت الحمراء، وبتعمل خريطة 3D دقيقة جدا لتفاصيل ملامحك، مش مجرد صورة عادية. لما تغير شكلك الموبايل مش هيتلخبط، لانه بيعتمد على تقنيات زي الماشين ليرنينج. علم شكلك الجديد مع الوقت. يعني لو حلقت دقنك النهارده اول مرة ممكن يكون بطيء، بس بعد كده هيحفظك ملامحك الجديد وهيقول لك يا عم انت عسول ما تقلقش. بس استنى، ليه ساعات الفيس اي دي بيرفض يفتح؟ لو غطيت نص وشك او الاضاءه كانت وحشه جدا، الكاميرا مش هتقدر تاخد البيانات كفايه، وهنا بقى لازم تكتب الباسورد زي البشر عاديين. بس للاسف انا مهندس، يعني حتى لو غيرت شكلك مليون مره الفيس اي دي هيعرفك وهيجيبك. مش عايز اقولك هيعمل فيك ايه، بس حاول ما تلخبطوش قوي، استرجل ما تحطش ميك اب. سلام.